شاهدوا ملوك الخردة في لونغ آيلاند. صباح الخير. تخلص منها، أخبرته البارحة بذلك. عائلة كبيرة واسعة الانتشار. أين هم؟ نحن الأصهار. هذا صحيح. إزعاج حقيقي. في مهمة. أبعد هذه الخردة عن الميزان، هيا بسرعة. في يوم واحد عليهم أن يحولوا هذه الخردة إلى كومة بقيمة $1,000,000. آمل أن أحدا لم يخرب أغراضي لكي لا أنتقم منه من دون التسبب بأزمة عائلية. لن تقع حوادث أبدا ما دمت في الخارج. لا يهمني ما علينا فعله، تابع عملك، هيا. ويبدأ التفكيك الآن. حين اعتقدت أني خرجت أعادوني. صباح الخير يا ستانلي. صباح الخير. بزغ الفجر في مؤسسة جيرشو لإعادة التصنيع. فناء الخردة الممتد على 16 هكتارا في لونغ آيلاند في نيويورك. صفر لهم وسينزلون. جيمي. نعم. رجاء دعنا نحاول البدء في الوقت المحدد. حالا. مرحبا. اليوم سيعبر 1,000,000 كيلوغرام من الخردة البوابات، ويحب جو بيرتوتشيو أن يكون مستعدا. حسنا، اسمعوا يا رجال، اليوم حار وسيكون حافلا. ستأتي 500 سيارة وكمية كبيرة من الحديد. ستأتي 20 حافلة اليوم. فتشوا الحافلات لتتأكدوا من عدم وجود أحد من المدينة نائم فيها. أمام الطاقم 10 ساعات حتى يفككوها. حين نغادر أريد المكان نظيفا. حسنان، أريد أن أغادر في موعدي لأن الطقس حار. حان وقت فتح البوابات. فليبدأ الضغط. احذر الدجاجة. يمينا قليلا، هيا تحرك. أريد الفني. قد تبدو هذه خردة، ولكنها نقود بالنسبة إلى هذا الطاقم، لأن جيرشو مختصة بإعادة تدوير المعادن. أفضل شيء في الفولاذ أنه لا يمتلك ذاكرة. قد يكون سيارة رولز رويس يوما ما، وقد يكون غسالة. لا يتذمر مهما صنعت منه، وقطعة كهذه تصبح تمثالا عندما تنظفها وتصقلها. هذا سام جيرشويتز، أي نقودا، ويعرف أيضا بالمدير. أسست هذه الشركة الصغيرة منذ نحو 47 عاما. أجل. بدأ بجمع السيارات المحطمة وتفكيكها منذ 47 عاما، وحول جيرشو ببطء إلى شركة تجني $500 مليون سنويا. لاري، أنت اعتمر خوذتك. يساعده بين الحين والآخر جو بيرتوتشيو. حسنا، حافظ عليه. أتى إلى هنا طفلا صغيرا، ومنذ ذلك الحين أصبح شريكا منذ مدة طويلة وهو معي. وجلب الرجلان ذريتهما. يعمل جيل ثان هنا الآن. إنه مثل العش. يعمل هنا أزواج بنات جو وأزواج بناتي أيضا وابناي. ابن سام التوأمان كيفن وإليوت شريكان أيضا. الجيل الثاني أكثر مهنية من الجيل الأول. ماذا تقول؟ لا شيء، كنت أفكر بصوت عال. أنا أنجز العمل وهو يماطل. احذر إذا جاء مديري. أحضر سام زوج ابنته جوناثان. تزوجت من أجل الخردة. وأحضر جو صهريه ري ودي جي. أنا متزوج بابنة جو. ابنة جو وابنة سام. هؤلاء الرجال يحققون المبيعات معا. نحن الأصغر أزواج البنات. نعم. هذه بيئة عمل ممتعة. جونزالو، اسمي راي. أنا أحد الأشخاص الذين يقفون هنا في الساحة ويحرصون على تواصل العمل، وإذا لم يحدث ذلك
فسأبدأ بسماع جو وهو والد زوجتي يصرخ متسائلا عن سبب توقف العمل. هاي لا تتركه أبدا. والآن ثمة عمل كثير بالنسبة إلى ري. تفكيك 1,000,000 كيلوغرام من الخردة خلال وقت ضيق. تنفذ العملية على 3 مراحل. المرحلة الأولى الاستقبال، جمع الخردة ووزنها وتحضيرها للتفكيك. المرحلة الثانية السحق، حيث يتم تقطيعها وفرزها. المرحلة الثالثة وهي خروج الناتج، حيث يتم تحميلها في الشاحنات والقطارات لتنقلها إلى المصانع ليتم تحويلها إلى منتجات جديدة. الأولوية بالنسبة إلى ري هي هذا الوحش، آلة التقطيع. كل شيء يعبر البوابات تقريبا اليوم سيمر عبر فكيها. آلة التقطيع هي قلب العملية كلها، وكأي جسد إذا توقف قلبك فستموت، وإذا توقفت آلة التقطيع هذه فسنموت. تحول آلة التقطيع الخردة إلى أكوام من قطع معدنية صغيرة. عليك أن تغذي الوحش، عليك أن تغذيه لتربح. نجد في مركزها مطارق فولاذية. حين تعمل تدور هذه الأسنان الفولاذية وتهرس كل شيء. تعمل آلة التقطيع في 8 صباحا، وهذا يعني أن أمام ري ساعة ليحضر الخردة. وها هي الوجبة قد وصلت، الدفعة الأولى من 500 سيارة. أمضى كثير منها 2 في فناء تحطيم سيارات. ينزع عمال تحطيم السيارات جميع الأجزاء القابلة للاستعمال منها. سينزعون المحرك والمصابيح وغيرها. بعد أن يستأصلوا كل شيء يريدونه منها ويفرغوا السوائل وكل شيء يريدون استخدامه، يرسلون البقايا إلينا. في هذه المرحلة تم تحضير السيارة للتقطيع. حين تخرج من الجانب الآخر تكون مجرد ركام من أشياء ممزقة. في ذلك الركام هناك ربما سيكون لديك قرابة 30,000 سيارة. لكن السيارات المحطمة مجرد جزء من مجال عمل جيرشو. تحركوا. لا تنسها. تتكل الساحة على مجموعة من عمال الخردة، أشخاص يجوبون الشوارع كل يوم بحثا عن معادن. يجلبونها إلى هنا ليستبدلوها بعملة ذهبية صعبة. هيا يا تومي، كيف حالكم؟ أنا بخير. يتولى لوي سيدون ميزان السيارات. هيا أسرع. يتفقد الرخص ويزن الحمولات ويوجهها. هيا يا أنطونيو. حين يأتي زبون نزن حمولته ثم يذهب ويلقي بالمعادن في الخلف لسحقها، وندفع له وفق الوزن الذي يحمله. هذا سعر مناسب للحديد الخفيف، لكن لا يذهب كل شيء للتقطيع. هذا ألمنيوم. هذه مظلة فناء مرصوف، نضعها جانبا. يحتفظ عمال الخردة الملمون بعملهم بالمعادن القيمة. هذه قطعة نحاس. هل رأيت؟ هذه خاصة بالمداخن، توضع حول القاعدة. يرتبون القطع المعدنية ويفصلون الحديد الخفيف عن المعادن الثقيلة، ويسمون هذه العملية بالتنظيف. كما يفعل هناك، هل تراه؟ إنه يقوم بالفصل. هذا المعدن ثمين، نقوم بتنظيفه لنحصل على المزيد من المال. إن رميتها هنا فستحصل على 7 سنتات فحسب. إن أخذتها إلى هناك فستحصل على $1 أو $1.30 سنتا. ديف وسكوت عاملا خردة مخضرمان في لونج آيلاند أحضر المجموعة اليوم من أغراض رماها الناس هذا الصباح.
أفرغنا توا كل ما يعتبر حديدا خفيفا هنا في الركام الخاص به. سنعود الآن لرؤية كارماين من أجل الحديد الثقيل. هذا حديد ثقيل. أنا كارماين، أنا موظف الوزن، أشتري المعادن. وضعكم سيء اليوم. إليكم كارماين الأب وكارماين الابن أو سي جي. فريق آخر من جيرشو يضم أبا وابنه. هيا اخرج من هنا. يتصرف كمدير ويعطي أوامر. تتكاسل أحيانا. يأتي معي منذ كان في 7. كنت أحضره إلى هنا في سن 7 أيام السبت، وكنت أدعه ينتقي النحاس وينظفه، وكنت أعطيه $4 لكل باوند. كان بعمر 7 سنوات. إنه بارع، فقد أحسنت تعليمه. ماذا لدينا اليوم جو؟ يشتري الرجلان ما يسمى بالمعادن اللاحديدية. ألا تحاول خداعي؟ كل ما ليس حديدا أو فولاذا. يشترون الفولاذ في الجانب الآخر. هنا تهمنا المعادن اللاحديدية غالية الثمن مثل الألمنيوم والنحاس. هنا المال الحقيقي. ماذا لديك؟ هذان الرجلان أشبه بتجار وول ستريت، لكن بلا ربطة عنق. اسحبه خارجا. نتابع السوق يوميا، وكل شيء منظم في الحاسوب، لنعرف الأسعار بدقة ونحدد مستوى سعرنا. في مجال الخردة عليك الشراء بالقليل والبيع بالكثير. في هذا المكان كارماين هو من يحدد السعر. لا تصعب الأمر، هو خبير. أعطه نصف السعر. قد تكون مخطئا. $25. ليس ذلك سيئا، قطعة جيدة تستحق العناء. ركام القصدير أو متجر المعادن. كل عمال الخردة يأتون إلى هنا عند تينا، أشهر شخص في الساحة. من التالي؟ حين أتيت إلى هنا أذهلني المال الذي يجنيه الناس من الخردة. يمكنهم جني مال كثير عبر جمع الخردة، وأدهشني هذا. كأنك تهدر المال حين ترمي نفاياتك، ليأتي عامل الخردة ويأخذها عوضا عن إحضارها إلى هنا بنفسك وبيعها وجني قيمتها. إنها الساعة 57 وركام الخردة يتزايد. كدس راي قرابة 150 سيارة ولم يتبقى لديه متسع. حان وقت إيقاظ الوحش. هذه وظيفة جيمي رايس. هذه آلة التقطيع. إنها تقطع كل السيارات والحديد الخفيف إلى آلاف القطع، وحين لا تعمل يغضب الرئيس كثيرا. يزداد الركام هنا بسرعة وهذا لا يعجبه. لا يمكن بيع الخردة السليمة، ولدى معمل جيرشو زبائن جشعون. المشكلة أن آلة التقطيع تستغرق الوقت نفسه في التجهيز والعمل. ذلك يعني أن أمامهم 8 ساعات للإعداد كل ليلة، ليتم التشغيل 8 ساعات في اليوم التالي. مرحبا يا بيت، أنت في البرج؟ أجل يا جوي. واليوم تأخروا عن موعدهم. علينا تشغيل الآلة. هل انتهيتم من العبث؟ هل سنعمل؟ عليهم تغيير وتبديل شفرات آلة التقطيع، وإلا لن تتمكن من تقطيع شيء. أخيرا هم جاهزون للتشغيل. نحن مستعدون. انتهينا. سنشغلها. حسنا، هذه غرفة المحرك. سنشغل 3 محركات هنا. المحركات مختلفة. علي إعداد موجه الغاز وضبطه للمحركين الأول والثاني. كل ضوء له دلالة. الوضع جيد. سأشغل الهواء. كل الأنظمة جيدة حاليا. شغل. جيد. كدت أنتهي من تشغيل المحركات كلها. سنبدأ التقطيع خلال دقيقتين. آلة التقطيع جاهزة. حان وقت بدء التقطيع.
سنقيم حفلة في الأعلى. تبدو جيدة. في هذا البرج تتم إدارة آلة التقطيع. في الداخل يجلس بيت في الأسفل. بيت وليس بيت عامل التقطيع. لا يفعل سوى إدارة الآلة، ويطلق الأوامر حين تتعطل. نصلحها وهو مرتاح تحت المكيف ونحن نتعرق في الخارج. أين الكمان؟ أين الكمان؟ استعدوا للسيارة الأولى من 500 سيارة. أحضرها بيت إلى الناقلة، إلى الوحش الذي يسطحها. ثم تختفي السيارة داخل آلة التقطيع، وتخرج كتلا صغيرة الحجم تنقل عبر ناقلة أخرى إلى حجرة المغناطيس. يجمع المغناطيس كل المواد الحديدية كالفولاذ والحديد ويأخذها بعيدا. هذا مذهل. مذهل حقا ما تفعله هذه الآلة بالأشياء بلا ريب. أجل، تأخذ سيارة وتضعها فيها فتخرج قطعا صغيرة. هذا مذهل. إنها أهم جزء في هذه الشركة. نعمل كفريق لأنني في الطابق السفلي وقد أرى ما لا يراه. هذا هو المطلوب، الكل يراقب. أنا الأهم حاليا الموظف المسؤول. صحيح يا بيت؟ الموظف المسؤول؟ أنا في المرتبة الأولى. سيضطر إلى التقاعد عاجلا أم آجلا. تحطم آلة التقطيع سيارة خلال 9 ثوان، لذا نظريا سينهي الطاقم السيارات 500 خلال 2 ساعات. مرحبا، ما خطب هذه؟ لما تركت؟ المشكلة أنه لا ترد كل السيارات جاهزة للتقطيع. لما تركت؟ إنها تصدر دخانا. كثير من السيارات ترد مع سيارات القطر أو مع عمال الخردة أو حتى مالكيها. هناك أحمق شغل الضوء المتقطع لينعطف ولم ينعطف. استمر في التقدم واصطدمت به. ارجعي قليلا. تحتاج هذه السيارات إلى عمل كثير قبل وضعها في الآلة. ليس حادثا كبيرا، لكنهم لا يريدون إصلاحها. سيتخلصون منها ويشترون واحدة جديدة. الخطوة الأولى: أروني الأوراق. يتفقد آيفز ليون الأوراق ويحرص على ألا يكون في السيارة ما قد يسبب مشكلة. علي تفقد الصندوق في حال كان هناك زجاجات بروبان. يجب ألا تدخل إلى آلة التقطيع لأنها ستحدث انفجارا. انفجارا كبيرا. سنحتفظ بالعجلات فقط. حسنا، لا مشكلة. لعلمك أخرجنا كل شيء من الصندوق. حسنا، يمكنك أخذ العجلات. حسنا حسنا حسنا. أنا لم أقودها سوى اليوم. هناك طريقة سهلة لإزالة العجلات في جيرشو. سيرفعون السيارة ويوقعون العجلات. يؤلمني هذا المشهد كثيرا. لسبب ما، حين يحضر الناس سياراتهم يشعرون بالرهبة حيال تحطيمها. إنهم يتأثرون لرؤيتها تسحق. لا يمكنني تغيير رأيي. لقد انتهت. وداعا سيارتي. وداعا. الآن إلى الخطوة الثانية. لا يستطيع راي وضع هذه السيارات في آلة التقطيع حتى يجففها تماما. ما يحدث هناك أننا نصرف السوائل كلها من السيارات. يجب ألا ندخل سوائل قابلة للاشتعال في آلة التقطيع، وإلا سيحدث انفجارا. لا أحد يريد هذا. بداية الوقود.
يستخدم الفريق نظام ضخ خاصا لإخراج كل شيء. ها هو مسؤول الوقود الخبير. السيارة مائلة. حسنا، سينساب الوقود كله إلى الزاوية. سيثقب فجوة فيها ثم يخرج الوقود. لم يكن هناك وقود كثير في هذه السيارة. يعجبني حين تأتي ممتلئة ب20 لترا. يأخذ جو أول 3 لترات نظيفة ثم أحصل على بعضها. الحصول على وقود مجاني للسيارة هو دخل إضافي. يزيلون السوائل توخيا للسلامة ثم ينتقلون إلى الجزء المربح، المكونات اللافحديدية. مستعد؟ أين آلتك؟ لأن تجارة القطع اللافحديدية أفضل من الفولاذ، يزيل معمل جيرشو كل ما يمكن إزالته بسهولة. انظر، يستعملها كذراع ثالثة. وهذا يعني استخدام الرافعة الشوكية. سيخرج الآن محول الحفاز، ونحصل على مكافأة لذلك. قيمتها كبيرة لأنها تضم البلاتين. البلاتين مادة غالية جدا. ثم يخرجون المشعاع. الألمنيوم. حسنا، إن قطعنا هذه فسنخسر الكثير منه، لأن الألمنيوم تحديدا سيتحول إلى غبار، لذا نخرجه ونحصل على مكافأة. كما أنهم يحتفظون بالمضخات البلاستيكية من أجل ابن الرئيس إليوت. لم نكن نتعامل مع البلاستيك، لكن إليوت مولع بتجربة أي شيء، وهذه مغامرة أخرى له. نضعها هنا داخل أكياس، فهو ينوي بيعها. هذه السيارة جاهزة للتقطيع الآن. تحيل آلة التقطيع الخردة إلى أرباح خلال ثوان، لكن المعادن الثقيلة تحتاج عملا أكثر. كارماين إلى المكتب. يجرد كارماين القطع اللافحديدية، وهو الآن غارق بالألمنيوم، إذ يجب أن يتم ترتيبه كله. هذا مشبك ألمنيوم، وهناك أنواع مختلفة منه. يسمون هذا مشبكا خفيفا. هذا كساء ألمنيوم جانبي للمنازل. المزراب وواجهات الرصاص نزيلها أيضا. نقوم بفصلها، فسعرها مختلف. هنا المستخرجات القذرة. إن نظرت إليها فسترى قطعا من البراغي الفولاذية واللوالب. كلما زادت نظافتها زاد سعرها. يجب فصل كل شيء للحصول على السعر المناسب. بعد التصنيف يجب أن يقوم طاقمه بحفظها. فالمساحة هامة. إما أن تتركها منثورة في المكان، أو أن تضعها بشكل رزم مرتبة كما لدينا هناك. يحتاجون كل المساحة الممكنة. حاليا هناك أسطول من حافلات مدينة نيويورك قادم إلى الساحة. المحطة الأخيرة معمل جريشو لإعادة التصنيع. وصل التحدي الثاني اليوم الساحة، وجو بيرتيتشيو ينتظر. حسنا، ماذا يحدث؟ ألا يمكنكم الاستيقاظ؟ ألا يمكنك الاستيقاظ في الصباح؟ أو أعانقك يا جو؟ لا أحتاج هذا، لا أحتاجه. اصعد على الميزان ثم اذهب للخلف. هيا علينا التحرك، هيا تحرك. لدى معمل جيرشو عقد مع مدينة نيويورك لتدمير الحافلات القديمة. نحصل على 20 أسبوعيا من مدينة نيويورك. سيتلفون هذه السنة 900 حافلة. سنأخذها إلى الخلف لتدميرها، وما نتفقده هو عدم وجود متشردين فيها. وردتنا حافلات كان يقطنها أناس وتم قطرها وهم ما زالوا داخلها. هذه الحافلة الكبيرة ومحركها العامل بالديزل تمثل منجم ذهب لجيرشو.
إنها مليئة بالفولاذ والنحاس والألمنيوم، لكن قبل تقطيعها يجب قصها لتصغير حجمها. وهنا دور جيري زوتش الذي يشغل آلة القص العملاقة BC 400. أنت مستعد؟ حسناً. شغل جيري أنظمته. سيقص الإطار الخارجي لنزع غطاء الحافلة كعلبة سردين. تمكن الآن من الولوج إلى أسلاك النحاس. باستخدام مخلب هذه الآلة الوحش تصبح العجلات من الماضي. خلال 20 دقيقة تكون الحافلة جاهزة لوضعها في آلة التقطيع، وهذا خبر جيد لأن لاري يكدس الحافلات حوله. عند ميزان السيارات الازدحام الصباحي في أوجه. هناك صف عند البوابة، ويبدو أن لوي لا يستطيع تمرير السيارات بسرعة كافية، ولديه مشكلة أخرى. هذا كل ما لديه. سيل المزعج. حسناً. إنه صاحب الحلقة الذهبية مجازاً. تزوج بابنة الرئيس. تظنني أمزح؟ الرجل قريب، سيصل بعد دقائق. حقا؟ هل يشتكي؟ اتصل الرجل لأننا نسد طريقه. فهمت. إنه مزعج جدا. حسنا، هذا تخصصه. لكن وجود صف مزدحم أمر جيد. يعتمد هذا العمل على الحجم وعمال الخردة من أمثال ديف برونز وسكوت ميلر كموردين. إنها 11 صباحا وقد عاد إلى الشوارع. يجمع ديف الخردة منذ أكثر من 20 سنة وقد طور مصادره. هناك مصادر تتصل به لجمع الخردة. هذه هي المحطة التالية. هيا. أماكن مثل مركز كوليج لصيانة السيارات. لا نعلم ما لدينا، علينا التحدث إلى المسؤول. يخبرنا هذا الرجل بما هو جيد وما هو سيء. كيف الحال يا رجل؟ هذا أكثر ما يسره. هيا. إنهم يحتفظون بالخردة هنا. ثقيلة جدا. أنت تتعلم الآن. كف عن التكاسل. نذهب إلى كل الأماكن. اتركها هناك. هذا جزء من دورة الحياة. هذا الإطار متضرر ولا يمكن استعماله. حين يستبدل محل صيانة السيارات قطعة عقب حادث يتم التخلص من التالف كخردة. ماذا عن المشعاعات الثلاثة هنا؟ يمكنك أخذها. أحقا؟ شكرا لك. وهذه؟ وحين يستبدل الميكانيكي شيئا يتخلص من القديم. حالفنا الحظ الآن. سنأخذ كل الدورات والإطارات والعوادم. يمكننا أخذ الكاتم؟ ممتاز، شكرا. إنه عيد. أشعر كأنه عيد. علينا أخذ 50 دوارا. 50؟ عشرون حافلة و500 سيارة. تعمل آلة التقطيع بسرعة اليوم، وفي النهاية يتراكم الفولاذ جاهزا لشحنه. لكن في مجال الخردة قد يتحول اليوم الجيد إلى سيء خلال ثوان.
سئمت اللعب هنا. بما أخبرتني؟ ثمة مشكلة. الفريق على وشك الانهيار. حلت فترة بعد الظهر في جيرشو. وضع الطاقم 400 سيارة في الآلة، ووصل جيري إلى الحافلة السابعة. الآن على ابني سام كيفن وإليوت بيع خردة اليوم. حسنا، حالا لا عليك. لكن هناك أزمة. انخفض سوق الفولاذ، وما يصيب الفولاذ يصيب المعادن الأخرى. إن أصيب طفل بنزلة برد فسيعدي إخوته جميعا، لذا حين يصاب النحاس بالمرض سيعدي الألمنيوم وينهار، وبعده يصاب النيكل بالعدوى والزكام ذاته. الخلاصة: الخردة التي أحضروها اليوم تفقد قيمتها بسرعة. قد تخسر الشركة مئات آلاف الدولارات. انخفض سوق الفولاذ وسيظل كذلك للأسابيع الثلاثة المقبلة. عقد كيفن جيرشو اجتماعا. نرى أن السوق انخفض حتى 70 دولارا للطن في الأسابيع الماضية. بصراحة إنه انخفاض حاد. لننتقل للمهم، المواد اللا حديدية. كالحديد انخفضت المواد اللا حديدية. انخفض النحاس بين 48 إلى 50 سنتا. والفولاذ الذي لا يصدأ؟ انخفض سوق الفولاذ كالبقية. كل المعادن ثبت. لا أظن أننا سنبيع حتى الشهر المقبل. لن نبيع الكثير. حان وقت استراتيجية جديدة. مع انخفاض السوق عليهم إنهاء أي طلبات شراء وتخزين المتبقي، وانتظار أن تعاود الأسعار الصعود. يجب أن نخزن. سنقوم بالتخزين. أين ليروي؟ أخذ الفريق يعمل. ماتيو، أخبرتك بأن عليك تتبع هذا الحزام. انتهى. إن لم يستطيعوا بيع المخزون فسيكون عليهم التماسك ورزمه وتخزينه، أي أنهم بحاجة إلى مساحة. يجب أن نخرجه. يجب إخراجه. سينهار. ليس على الحزام. حسنا. أخذ كارماين ينقل مخزونه من الألمنيوم خارج متجر المعادن إلى نهاية الساحة. جو، بيت هنا. أنا قادم. في هذه الأثناء أرسل جو رافعة إلى ركام الفولاذ لتكديسه بشكل جبل حديد مقطع. يجب أن يكون مناسبا. إن أتقنت هذا فسيكون الغداء على حسابي غدا. حسنا. راي مسؤول عن رد كل طلبات شراء الفولاذ، كما أنه سيحمل عربات النقل لتكون جاهزة للتحرك حين ينشط السوق. علي إخراج هذه الحاويات. إن لم نخرجها فسنقضي الليل هنا. لا أحد يريد ذلك. بحلول 2 ظهرا أرهق الغبار والحر والضغط الفريق بكامله. ليتها تمطر، قد تبرد الجو قليلا. وفي المكتب الجميع متأهب. يجب أن يمتلئ. أظهرت كاميرا المراقبة أن آلة التقطيع تتباطأ. نخسر 10 ثوان في كل دقيقة إنتاج. ربما كانوا ينزلون أحدا. بصفته مدير الساحة، راي مستنفر. نشاهد خسارة في الإنتاج. عليه تقطيع 100 سيارة أخرى قبل الإغلاق. إن لم تعمل آلة التقطيع بشكل كامل فسيغضب كثيرون، خصوصا سيغضب جو. أيمكنكم حلها؟ هو ليس رئيسي فقط، هو أيضا والد زوجتي. الأمر غريب جدا. نريد إسعاده. جو ليس مسرورا الآن. لدينا كاميرا هناك ولم يقوموا بالرزم. رزموا النحاس الخفيف. أعلم ذلك. هناك رزمتان منذ أزلنا القضبان. وحين ينزعج جو ينزعج الجميع. تعال معي. عامل الرافعة لم يكن هنا. أين كان؟ وساء الأمر. إنها لا تعمل. تعطلت آلة رزم الألمنيوم الآن. المشكلة أنني لا أضع شيئا على الحزام. تلك المشكلة. لاري، أرسل أليكس إلى آلة رزم HRV مع آلة اللحام. علينا لحم الشريط. اسمعوا، لا يهمني ما علينا فعله، اعملوا فحسب.
خذ مكبر الصوت إلى هناك، ابتعد عني. قم بالعمل، سيتبعونك اليوم. وداعا. علي الانتباه لكلام قرب أحفادي. هيا اخرج من متجري. لا تسير الأمور على ما يرام في الساحة. أجل يا ري. لا، لم يخبرني أحد. لا، لم يقل أحد شيئا عن العطل. عند ركام الفولاذ تعطلت الرافعة. أندريه، هل أحضرت حاوية الماء عند الركام؟ يواجه جيم حريقا عند الركام. اليوم يسوء بسرعة. الأمور تسوء. سيكون هذا اليوم سيئا ك50 يوما، أتعلم ذلك؟ إنها الثالثة ظهرا والطاقم يكافح من أجل السيطرة. تراجع! تراجع! يتولى جيمي حريق آلة التقطيع. قد لا تبدو جيدة لكنها تعمل. حل ري مشكلة تباطؤ آلة التقطيع. إحدى الرافعات تعطلت. حسنا. وجاء رئيس قسم المعدات جيم فرانسيس للقيام بالصيانة. المكيفات تعمل طوال اليوم، فالمكان حار جدا على الموظف الذي يجلس هنا طوال اليوم، فالشمس متركزة عليه، وكذلك الغبار كثيف من الحزام. منح السائق رافعة بديلة وعادوا للعمل. وأرسل جيم أحد رجاله إلى الرافعة عند ركام الفولاذ كي يمكنه العودة إلى العمل وتكديس الحديد المقطع. كنت أحب الآلات لكني كرهتها، إنها مصدر وجع رأس. بعد نصف ساعة من التعطل عادت آلتا التقطيع والرزم والرافعات إلى العمل، وتم تقطيع آخر السيارات. يستطيع راي الآن التركيز على آخر طلبات شراء الفولاذ، وهذا يعني تحميل الركام المقطع في شاحنات النقل، ويراها فرصة لإثبات نفسه. هذه آلة تحميل الشاحنات الجديدة الخاصة التي يستعملها راي. فقط انتبه لها، لا أريد ارتكاب أخطاء فيها. سيريها لرئيسه. إذ أعاد جو تصنيع 2 قديمتين. صنعت 2 منها من الخردة، وهذه هي الجديدة، تمثل الجيل الحديث. كم عمر آلة التحميل؟ أظنه يتجاوز 20 عاما. أجل، جلبتها عام 84. 26 عاما. تضطر إلى إنفاق المال لا إلى إهداره. هذا صحيح، لم نهدر المال حين اشتريناها، لقد أنفقناه بحكمة. مستعد؟ ستبدأ؟ سأضبط التوقيت، آمل ألا يقع ضرر. سيكون اختبارا عادلا. آلاتي ستنجزه خلال 8 دقائق. نصف ساعة. 8 دقائق. تضم الآلة حاوية مع ميزان داخلي. حمل الفريق الكمية التي اشتراها الزبون على آلة التحميل. مضت 6 دقائق حتى الآن. 6 دقائق. ثم يحملها الناقل إلى الشاحنة. 5 أطنان خلال دقيقة. ذهل إليوت. بقي 2.5 طن. لكن جو غادر. لقد ابتعد، أراد رؤية التحميل لكنه ابتعد. لن نتوقف أبدا. راي ليس قلقا. إن أصبحت أفضل سنسميها آلة جو. خلال دقائق تم تحميل الشاحنة. لقد نجحت آلة راي. 8 دقائق وسأتولى حساب الوقت لآلتك. والآن أخيرا نال الطاقم استراحة. هناك غيوم عاصفة فوق الساحة، والأفضل من ذلك جاءت مجموعة مشترين غير متوقعين من الصين. خرج المدير العام جوناثان إبرامز تحت المطر
مع 15 شاريا صينيا مروا لتفحص بضاعة جيرشو. أيها السادة، سنبدأ بألواح الكساء الجانبي هنا. لدينا ألواح الألمنيوم وقاذفات الألمنيوم هنا، ولدينا المزيد. هذه علامة على السوق الجديدة. يأتي مشترون من خارج البلاد كل أسبوع. لدينا هنا مشعات. هناك أسلاك عازلة في نهاية الممر هنا. سنحت لجوناثان وإليوت فرصة بيع بعض من الألمنيوم والمواد اللاحديدية التي جمعت اليوم. ألقوا نظرة على الرزم والتقطوا صورا إذا أردتم. يرمي الأمريكيون الكثير من هذا، فنعيد تدويرها. المجموعة مهتمة بالمعادن اللاحديدية. يصل المحتوى المعدني إلى 88%، 57% ألمنيوم، و13% نحاس، و11% نحاس أصفر. وهناك نفايات بنسب متفاوتة سيتطلب تصنيفها عملا كثيرا. أجل، نحن نصنعها يدويا، وقد يحل هذا مشكلة النفايات. يدويا. وأفضل خبر لليوم: باع إليوت المضخات البلاستيكية 30 سنتا للكيلوغرام لننقلها إلى الصين. هذا سعر جيد. أجل إنه سعر جيد. كم حاوية تتوفر في الشهر؟ حاويتان في الشهر. أجل، حسنا. هذا إنجاز للجيل الثاني، ويمثل بصيص أمل في يوم كان عصيبا. على الرحب والسعة. شكرا. رحلة آمنة. في الساحة استعاد طاقم جيرشو السيطرة نوعا ما. عملنا اليوم جيدا، وصلنا إلى النهاية. ربما لدينا 200 إلى 250 طنا هنا. كان يومنا ناجحا. لا أعلم ما إذا كان جو سيسر. أظن أنه سيشعر بالرضا. أجل، الرضا. قطعوا قرابة 500 سيارة و20 حافلة، وعالجوا أكثر من 1000 طن من الخردة عبر آلة التقطيع. هذه نهاية الحافلات. هذا كل ما تبقى. رتب جو الساحة. ركام فولاذ مقطع يساوي الملايين، وبدأ يرتاح أخيرا. إنه يمشي هكذا لأنه مرتاح. أستطيع معرفة ذلك. الجميع يعرف حين يكون غاضبا. يا للهول، يأتي مشيا، ويمكننا معرفة مزاجه عبر مشيته. حين يمشي غاضبا أهرب منه. رغم أنهم لم يبيعوا كل موجودات اليوم، لكن للوقت الحالي الفولاذ والألمنيوم والنحاس الأصفر مخزنة بانتظار ارتفاع السوق. هذا جزء من العمل. حسنا، لن يسوء الوضع أكثر حاليا. شهدنا هذا عدة مرات. في تشرين الثاني عام 2008 شهدنا وضعا جعلنا نعود إلى منازلنا مساء ونفكر بالإغلاق. سنصمد، ليست هذه المرة الأولى، وسنكدس ركاما وسنصمد وإن استغرقنا سنة أو 2. وسواء ارتفع السوق أم انخفض، سيشعل سام جيرشو سيجاره دائما. من سيردعني؟ أنا المالك. يسره ترك العمل اليومي للجيل التالي. انظروا إلى وساخة يدي من النقود المعدنية. أو الجيل الثالث. بحلول المساء تهدأ الساحة وتتوقف ضوضاء الآلات أخيرا. وعقب يوم من التعامل مع السيارات والحافلات والضوضاء والأوساخ، جو مستعد للراحة. لكن بالنسبة إلى مدمن الخردة، هذا يعني قضاء ليلة في حلبة السباق ونيل فرصة لاستقطاب أعمال أكثر. سنضغطها لتصبح خردة، هكذا ببساطة.